أعزائي المشاهدين، من داخل مؤتمر الإعلام العربي الدولي مع ملكة الهاند ميد والأشغال اليدوية الأستاذة عزة عبد العزيز. أهلا بيك. عزة الشرقاوي. عزة عبد العزيز الشرقاوي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. حضرتك النهاردة يعني ما عملتيش للسادة المشاهدين كده عروض للهاند ميد ليه؟ لا هعمل ان شاء الله، بس احنا جايين بقى مؤتمر اعلامي وبرضه جاي بتكلم عن شغلي، برضه ده شغلي. طيب المشغولات اللي حضرتك بتعمليها دي يعني تاخد منك وقت وبتكون صعبة؟ اكيد هي مكلفة وبتاخد وقت، بتاخد اجهاد ذهني وبصري. ادعوا لنا بقى. يعني وهل مثلا دي بتدر لحضرتك مثلا ربح ولا مش بتبص انت للربح خالص؟ اهم حاجة التكاليف. لا مش هبص للربح. هو الموضوع ده كان مشروع قائم ان شاء الله ننفذه. هو في البدايه يعني انا بقالي كتير بشتغل الحاجات دي، بس كشغل بقى وبيع وكده لسه الموضوع جديد عليا، وان شاء الله يعني ادعوا لنا بقى. هو كله شغل يدوي يا مدام عزة؟ مفيش مثلا عندك مثلا آلات مكنه حاجه زي كده ولا كله شغل يدوي؟ لا كله شغل يدوي. تريكو وكروشيه بس يعني، وفيه تحف. حد بيساعدك؟ لا ما حدش بيساعدني. طب ازاي تستطيع انك توفري بين وقت البيت ووقت الشغل ده؟ بصراحة لما يعني الشغل ده بياخد وقت من وقت البيت نفسه، لأن هي يعني هواية جميلة وإن شاء الله ربنا يسهل ونحقق ربح بإذن الله بما يرضي الله. يعني احنا بحاول أوصل لتكلفة يعني أقل. أنت عارف الحاجات دي ثمنها غالي وكده، الخامات غالية جدا، وربنا يوفق. انتوا بقى شجعوني بقى. احنا بنتمنى لك التوفيق وبنتمنى لك كل خير، وان شاء الله نشوفك يعني عندك معرض كده كبير ان شاء الله، ويكون معرض باسمك وتحت رئاستك ان شاء الله، وبنتمنى لك التوفيق يا مدام عز. وبشكر المؤتمر وبشكر دكتور جمال. مؤتمر ناجح ان شاء الله، وفرصة سعيدة مع راديو فرح. شكرين جدا يا مدام عز، تحياتي لحضرتك.